عن علي بن مهزيار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك زيارة الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ فقال زيارة أبي أفضل، وذلك أن أبا عبد الله عليه السلام يزوره كل الناس، وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. قال أبو جعفر الثاني عليه السلام من زار قبر أبي بطوس غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبنى الله له منبرا في حذاء منبر محمد وعلي عليهما السلام حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. قال الرضا عليه السلام من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في 3 مواطن حتى أخلصه من أهوالها. إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط وعند الميزان. قال الجواد عليه السلام من زار أبي عليه السلام فله الجنة. قال أبو الحسن الرضا عليه السلام ما زارني أحد من أوليائي عارفا بحقي إلا شفعت فيه يوم القيامة. قال الباقر عليه السلام يخرج رجل من ولد موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه السلام فيدفن بأرض طوس وهي من خراسان يقتل فيها بالسم فيدفن فيها غريبا. فمن زاره عارفا بحقه أعطاه الله عز وجل أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل. قال الجواد عليه السلام ضمنت لمن زار قبر أبي عليه السلام بطوس عارفا بحقه الجنة على الله عز وجل. قال أمير المؤمنين عليه السلام سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمي واسم أبي اسم ابن عمران موسى عليه السلام
ألا فمن زاره في غربته غفر الله ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار. قال الصادق عليه السلام تقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس، من زاره إليها عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة وإن كان من أهل الكبائر. قلت له جعلت فداك وما عرفان حقه. قال يعلم أنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد، من زاره عارفا بحقه أعطاه الله عز وجل أجر 70 شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله على حقيقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستدفن بضعة مني بخراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار. قال الجواد عليه السلام إن بين جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه. قال محمد بن علي الجواد عليه السلام ما زار أبي عليه السلام أحد فأصابه أذى من مطر أو برد أو حار إلا حرم الله جسده على النار. قال الرضا عليه السلام إني سأقتل بالسم مظلوما فمن زارني عارفا بحقي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال علي بن موسى الرضا عليه السلام لا تنقضي الأيام والليالي
حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري. ألا فمن زارني في غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم القيامة مغفورا له. قال الرضا عليه السلام: إني سأقتل بالسم مظلوما وأقبر إلى جنب هارون الرشيد، ويجعل الله عز وجل تربتي مختلف شيعتي وأهل محبتي. فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة. والذي أكرم محمدا بالنبوة واصطفاه على جميع الخليقة